كابتن حسام يعني اخر سؤال اساله لحضرتك، يعني ايه اللي حصل بين حضرتك والكابتن مدحت؟ لا طبعا انا مش عارف حاجه، انا مش فاهم حاجه، ولا بقول طبعا بنتهز الفرصه دي تاني يا جماعه. يعني بغض النظر مباراه النهارده كانت هامه جدا للفريقين. للاسف يعني انا واضح ان كان في عصبيه جدا، وانا كنت متوقع من قبل المباراه هيبقى في عصبيه شويه. نعم. لكن اللي انا بقوله الغلط الكبير اصلا مدحت عبد العزيز بيبقى متوتر على طول. يعني انا في تاريخي مع الفريق الاول يعني مدحت محفوظ ان هو حكم متوتر وبيوتر حتى الاجواء. يعني انت عارف في حكم بيبقى بيتميز بالهدوء، حكم بيقدر يبقى عنده شخصيه حكم، لكن مدحت عبد العزيز على طول وهو متوتر وكده. نعم. بالاضافه طبعا ان يعني في اشياء كثيره مش عاوز اخوض فيها، حاجات بسيطه، لكن انا طبعا بستغرب من موقفه، لكن بقول انتقائه للمباراه دي يعني غير سليم يعني. طب يعني يا كابتن انت كان حضرتك يعني باين معانا على الشاشه حضرتك بتتكلم بمنتهى يعني الهدوء، يمكن في طبعا بعض التشويحه ولا بس ده، لكن يعني حضرتك احنا شايفينك بتتكلم بمنتهى الهدوء، والكابتن مدحت يعني انا مش عارف اللي حصل ايه. هو طبعا اللاين مان اللي واقف اللاين مان ده طبعا برضه موقفه غريب، وانا اول مره اشوف في الملاعب اللاين مان بتاع النهارده ده، فواضح طبعا برضه. نعم. هو اللاين مان يا كابتن اللي راح قال له ان هو حضرتك تطرد؟ هو اللاين مان اللي بلغه طبعا. نعم. غريبه، انا اول مره اشوف اللاين مان كمان. حبيبي برضه لك. نعم. فواضح طبعا برضه حتى اللاين مان يعني حتى ما عندوش خبره، واضح كمان. استغربت هو بيقول لمدحت ايه وخد القرار دوت. انا طلعت طبعا يعني قبلت قراره وخلاص، لكن هو طبعا لا يقبل هذه المباراه مدحت عبد العزيز يعني. تمام. كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي، اشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. طبعا الكابتن حسام قال ان هو ما كانش عنده مشكله، ولكن اللاين مان هو اللي جه وراح قال للكابتن مدحت عبد العزيز ان هو لا كابتن مدحت اطرد الكابتن حسام، لكن ما عرفناش برضو السبب ايه يعني. ولكن في نهايه الامر الكابتن حسام اطرد في هذه المباراه، واعتقد ان هيكون عليه عقوبه طالما اطرد من المباراه. كابتن